السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم فيديو جديد. نلقاكم على فيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم كيك بالشكلاط في المول العجيب، كيجي اكثر من رائع، كيجي هشيش قطني، كيجيب مع واحد الكريمه اللي لذيذه بزاف. تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. هنا بالنسبة للمقادير عندي كاس عنبة ديال السكر سنيدة، عندي هنا 3 ديال البيضات، تقدروا تستعملوا جوج، تقدروا تستعملوا ربعة على حسب الا بغيتوا يجيكم الكيكه كبيره وتجيكم عاليه ديروا 4 البيضات، 3 بغيتوا الكيكه تجيكم هكا يعني ما تجيش عاليه بزاف كديروا غير 2 بيضات كافيين. هنا عندي ساشي ديال الفاني، عندي قبيصه ديال الملح، وكنخلط هاد العناصر مزيان مزيان حتى كينسجموا، ما كيبقاش داك البيض هارب على سنيده، وكنحسوا بدوك الحبيبات يعني ديال السكر يعني دابوا لينا. هاد المرحله ضروريه باش يجيكم الكيك اللي هو ناجح. هنا بغيتو تستعملوا الباطور او الخلاط الكهربائي تقدروا تستعملوه، انا استعملت غير الطراب اليدوي. كنديروا كاس مع مرش ديال الزيت، كما كتشوفوا كاس الى ربع تقريبا ديال الزيت. دائما العبار بالكاس ديال العنبه، ولا كنتو غادي ديروا 2 بيضات فكديروا غير كاس صغير كتعبروه به جميع السوائل. هنا عندي كاس ديال الحليب، درت له معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، يعني بغيت الكيكه هذه تجيب النكهه ديال القهوه. وصافي كنخلط هاد العناصر مزيان. هاد الكاس ديال الحليب كندفيوه شي شويه، غير شي شويه تحيدوا ديك البروده ديال الثلاجه، لان عاد خرجته من الثلاجه فغادي يبرد لينا داك العناصر، فمن الاحسن كدفيوه غير شي شويه وحتى يعني القهوه تزيد تذوب لينا. وكندير واحد شويه ديال النكهه ديال عفوا شويه ديال القرفه، كتعطيها واحد المذاق رائع بزاف بزاف لهاد الكيكه ديال الشكلاط. فانا صراحه ما كنستغناش على القرفه في جميع انواع ديال الكيك اللي بالشكلاط، لانها كتعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف. جربوه ورجعوا عليا لانها كيجي المذاق ديالها مميز على الكيك العادي. هنا كندير درت هنا 2 معالق ديال الكاكاو. استعملت هنا النوع اللي تيكون يعني الكاكاو المر، واستعملت اللي في ساشي. هنا اللي متوفر عندكم كديروه، انا كان عندي غير شويه شويه وخلطتهم. صافي كنديروا الطحين، هنا تقريبا عندي زلافه ديال الطحين، ما كنديرهاش كلها. شاط ليا منها شي شويه يعني زلافه الا ربع ديال الطحين. انا غادي نوريكم القوام ديال الكيك كيفاش خاصو يكون باش تحصلوا على نتيجه اللي هي زوينه ويجيكم الكيك اللي هو مهوي، ما يجيكم يعني ما تفش لكم في الفران، في نفس الوقت ما تجيكمش مدقصه، لان هاد المرحله المهمه بزاف في النجاح ديال الكيك باش ينجح معاكم. هنا كنخلطو مزيان مزيان الكيك حتى صافي يعني دوك الحبيبات ما كيبقاوش يبانو لينا ديال الطحين، يعني كينسجموا. عاد كنضيفو الخميره، هنا ضفت 2 خمارات. الخمارات ما نضيفوهمش حتى صافي يعني حتى كنحسو بداك الخليط يعني ينسجم لينا. طبيعة الحال هاد النصائح كنقولهم للمبتدئات، اما الاغلبيه راه تبارك الله كينجح معاهم الكيك. انا هنا غير للتذكير فقط، هذا هو القوام ديال الكيك كما كتشوفوا. وباش يعني باش تعرفوا بلي القوام هو هذا كديروا كديروا رقم 8، يعني الا عطاتكم الا جاكم الخليط كيشكل لكم رقم 8 فتعرفوا بلي الخليط راه يعني الطحين ديالو هو هذاك. كنديروا واحد شويه ديال الخل، نسيت ما ذكرتوش، وكندهن المول يعني كندهنوه بالزبده او الزيت وكنرشوه بالطحين. انا تقريبا ما داش ليا تقريبا 25 دقيقه، واخا من واحد الجهه تحرقت ليا شي شويه، واحد الجهه الفران كيحرق لي، ولكن يعني ماشي مشكل. فانا غادي نزولو وغادي غادي نرشو بالكاكاو فما غاديش يبقى يبان. كما كتشوفوا الكيكه كتجي اسفنجيه، كتجي هشيشه بزاف. الا تبعتوا المراحل فاكيد غادي تنجح معكم، غتجيكم واحد الكيكه اللي هشيشه. هنا بغيتو تسقيوها سقيوها، ما بغيتوش فيعني لكم الاختيار. انا درت هنا تقريبا كاس صغير ديال الماء، درت معاه واحد 2 المعالق ديال سنيده يعني حلاوه على حسب الذوق، انا ما بغيتش تجيني حلوه بزاف. ودرت واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، غير هكا باش تجيني داك المذاق ديال القهوه في الكيك ديالي.
بغيتو تسقيوها سقيوها، ما بغيتوش يعني راه كتجي هشيشه بلا ما تسقيوها، كتجي اسفنجيه، كتجي خفيفه. كما قلت لكم يعني القياس ديال الطحين هو السر ديال الكيك باش ينجح معاكم. يعني الا كان خاصها الطحين راه ما يعني غادي تنفخ لكم في الفران، ملي غتخرجوها غادي تفش. والا كان عاوتاني الطحين فيها بزاف فغادي تجيكم دقصه، ما غاديش تجيكم نهائيا الكيك يعني هشيش. هنا في نفس الكاسرونه غادي ندير كاس ديال الحليب. كما كتشوفوا هنا عندي بالنسبه للكريمه او لاصوص اللي غادي نزين بها الكيك ديالي، فعندي هنا كاس ديال الحليب. كندير هنا واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وكنديروا هنا معلقه ديال مايزينا. كندير هنايا اللي بقى لي ديال الكاكاو، فانا هنا خويته تقريبا واحد الملعقه ديال الكاكاو. درت هاد المر هذا، ودرت واحد جوج قطع ديال الشكلاط كالا، ويعني وسنيده على حسب الذوق على حسب الحلاوه. درت هنا جوج معالق ما عمرنيش لي سنيده، وكنديرهم فوق البوطه. كنقصوا البوطه وتنبداو يعني نحركوا فيها حتى كتعقد. هنا هذاك الجانب اللي تحرق لي شي شويه، فهنا غطيته بهذاك رشيت عليه الكاكاو. هنا الكريمه من بعد ما هنا من الاحسن انكم ما تخليوهاش تعقد بزاف بحالي انا خليتها شويه عقدت اكثر من القياس، فغير كتحسوا بها يلا كتعقد لكم، خلوها شي شويه جاريه، لان راه دغيا كتبرد. فانا هنا جاتني شويه يعني كنت بغيتها تكون الكريمه يعني جاريه شويه على هكا، باش يعني فاش كون كنوزعها غتوزع بسهوله. فمن الاحسن نديروها شويه، نقصوا من المقدار ديال المايزينا. ما ديروش معلقه كلها، ديروا غير نص ملعقه، لان غنديروا غير وديروا غير معلقه صغيره لان غنديروا كاس ديال الحليب. فمن الاحسن يعني ما تكثرش مايزينا، او تخليوها ما تغلاش بزاف، يعني تكون شي شويه خفيفه على هكا باش يجيكم السطح ديالها مقاد. وهنا كما كتشوفوا انا زينتها المهم التزيين كيبقى على كل واحد والذوق ديالو. هنا قطعت الليمون معسل وزينت هكا بها من الفوق، وقطعه ديال البسكوي. هذا هو الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي جد اسفنجيه، كتجي معلكه وكتجي هشيشه. نتمنى ان شاء الله تجربوها، واكيد اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. المذاق ديال القرفه كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين بزاف، وكما كتشوفوا كتجي خفيفه. كونوا اكيدين جربتوها غادي تعجبكم بزاف، وكتعجب بزاف الوليدات الصغار. المذاق ديال الشكلاط كيجي فيها زوين بزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.